يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد معانا النهارده، وفيديو النهارده حلو جدا ومميز جدا. مميز ليه؟ لان احنا مش هنعمل فيه حاجات كتير، ولكن الهدف منه الكلمتين كده اللي احنا هنتكلمهم مع بعض. نصايح، والله النصايح دي بفلوس، بس يلا ما تغلاش عليكم. احنا جبنا كده مع بعض شويه مشتريات بسيطه هوريها لكم، وهنشوف كده ازاي نخلي الخضار بتاعنا ما يخسرش، لان طبعا كل حاجه غاليه، وكل حاجه كده بنحاول ان احنا نحافظ عليها على قد ما نقدر، لان بجد بجد رمي اي حاجه او خساره اي حاجه في الايام دي حرام جدا. آه هنشوف كده مع بعض انا بحافظ ازاي على الخضار بتاعي اطول فتره ممكنه، وكمان هنشوف برضو بنقتصد ازاي في صابون المواعين والمنظفات والحاجات دي. وكمان هقول لكم كده كلمتين حلوين كده هيفرقوا معاكي فوق ما تتخيلي، لو انتي بعيد عن اهلك ساكنه في محافظه تانية، لو انتي ما عندكيش اصحاب، لو انتي علاقاتك مثلا سطحيه، لو انتي عندك معارف كتير بس ما عندكيش اصحاب مقربين، او لو انتي من الناس اللي زي كده ما بتحبش يبقى لها اصحاب قوي قوي، يعني اللي هو في مخالطة جامدة. عندك اصحاب، عندك ناس بتحبيهم، ناس قريبين من قلبك، الكلام ده كله بنفضفض مع بعض، ولكن مش في كل الاوقات، او زي ما احنا كده عارفين اليومين دول كل واحد عنده حاله وفي اللي مكفيه، فالناس مش ناقصه ان هي ايه تضغط بعضها وتضايق بعضها. مش كلنا بيبقى عندنا الحد القريب قوي اللي هو اول ما يحصل حاجه تجري عليه تشتكي له، او اغلب الوقت دلوقتي بقينا بنستتقل ان احنا نتصل على بعض نشتكي همنا، ان انت تخبطي على واحده مثلا جارتك صاحبتك قريبتك عشان بس تقولي لها انا عايزه مثلا اترمي في حضنك مثلا وافضفض شويه، او ان انا احكي معاكي شويه، او متضايقه او مخنوقه او ايا كان. يعني الواحد بيستتقل الحته دي قوي، يعني الا بقى يعني قله قليله، يعني الا من رحم ربي كده، اللي هو ايه الصدر كده رحب ويساعي ان انت ايه دايما تعملي الموضوع ده كده بدون يعني آه تكلفة. بصوا الاول بس عشان ما نتوهش من بعض، ازاي بحافظ على الخضار بتاعي اطول فتره ممكنه. عندك كذا طريقه. اول حاجه بتجيبي طبق كده يكون واسع، يكون فيه فتحات كده، او يكون مثلا منظم. طبعا كلنا عارفين المنظمات طالعه بقالها فتره كبيره جدا ومفتحه كده من جميع الاتجاهات دي، علشان تهويه كده للخضار، ما تبقيش كاتمه الخضار. وتحطي تحت في الارضيه منديل. تمام كده قبل ما بتحطي حاجتك او ترصي الخضار بتاعك، بتحطي منديل ورق كده، بحيث ان ايه يمتص اي ميه، اي حاجه كده في الخضار يمتصها. تمام. وبتحطي الخضار من غير ما تغسليه. في ناس كتير بتجيب الخضار وتغسله وتنشفه وبعد كده تحطه. لا، حطي الخضار كده زي ما هو، زي ما جبتيه، واغسلي الحاجه اول باول. يعني كل ما تطلعي حاجه مثلا عشان تستخدميها اغسليها قبلها. صدقوني الموضوع ده بيفرق جدا. يعني ما تحطيش الخضار بتاعك في طبق مقفول مثلا او طبق غويط، لان الحاجه كده هتعرق وهتخسر معاكي بسرعه. وبرده نفس النظام، ما تحطيهاش في اكياس وتسيبيها، لان برده الخضار بيعرق في الكيسه حتى لو هو جوه التلاجة، ما بيبقاش فيه اي تهويه، فبيعرق وبيبوظ معاكي برضو بسرعة جدا. بالنسبة بقى لو عندك جرجير، خضرة، الكلام ده كله، طبعا كل الحاجات دي بتبقى مرشوشة، فما بتقعدش اصلا فترة طويلة. يعني انت بالكتير قوي لو غسلتيها وقعدت من بالليل للصبح بتلاقي في منها كتير اصفر. فالاحسن لو انت برضو مش هتستخدميها في نفس اليوم، ما تغسليهاش، شيليها زي ما هي كده. لو هتعملي يعني انت مثلا جايبه الرابطه على قد ان انت تاخديها مثلا في السلطه مثلا، وهتشيلي الباقي او هتسيبي الباقي لحين استخدامه بقى، تاخدي حبة تغسليهم على قدِّك، والباقي تسيبيه زي ما هو كده. لفّيها في ورق جرايد أو في مناديل، وابدئي إن أنتِ شيليها في التلاجة واسحبي منها على قد الاستخدام بتاعِك. نفس النظام الخيار، لو جايبة كابوتشا، آمم أيًا كان بقى نوع الخضار أو فلفل، أيًا كان الحاجة اللي أنتِ عايزة تحافظي عليها مثلًا أطول فترة ممكنة، أسبوع، أو يعني لو هتقعد أكتر، لفّيها في ورق جرايد أو في مناديل وشيليها عندِك في درج التلاجة أو في الرف اللي تحت في التلاجة. هتقعد معاكِ صدقيني أطول فترة ممكنة. دي الطريقة اللي أنا باحافظ بيها على الخضار بتاعي لوقت طويل. باجيب طبق واسع، أو لو عندِك منظم يبقى أفضل، وحطي من تحت منديل كده ورق بتاع المطبخ أو أيًا كان. لو ما عندكيش حطي ورقة بيضا كده تكون نضيفة حطيها، وابدئي رصي عليها الخضار بشكل كده مهندم ومنظم، وتسحبي من الحاجة واحدة واحدة وتغسليها أول بأول. ده بالنسبة للخضار. طيب، هنا بقى ده الصابون السايل. طبعًا أنتم عارفين إن أنا أغلب المنظفات عندي باستخدمها سايلة، باجيبها من المكان، يعني محل المنظفات. الحاجة الوحيدة اللي أنا باجيبها اللي هي شركات دي، اللي هي المُعطِّر، أو اللي هو دوني فريدة بتاع الملابس، وفي الأغلب باستخدمه في تعطير المفروشات والستاير والكلام ده، أكتر كمان من الهدوم. هنا دول كنت جايباهم 2 لتر من الصابون، لإن الجيركن ده بيشيل 2 لتر. في كمان حاجة أنا شُفتها على اليوتيوب،
ممكن اقولها لكم لو حد ممكن يستفيد منها ويعملها ويجربها. هي بصراحة الفيديو اللي انا شفته كانت يعني عملت التجربة دي واستخدمته في نفس الفيديو، وكان حلو جدا مفيش مشكلة. طبعا يعني اغلبنا عنده مية سخنة في المطبخ عادي، فطبعا انت كده كده المية السخنة بتعقم الحاجة وبتنضفها كويس جدا. فما تقلقيش يعني من الموضوع ده خالص. بتجيبي على كل لتر صابون سائل معلقة لأ معلقتين أو 3 كبار من أوكسي جل اللي هو بتاع الملابس مش بتاع المواعين، في أوكسي مواعين وفي أوكسي ملابس. بتجيبي اللي هو الأكياس عادي خالص، الكيس بيبقى فيه ب2 جنيه وفيه ب5 جنيه، هاتي من أبو 2 جنيه ده عادي، وكايلي كده معلقتين كبار من السائل ده، وضيفيهم على كل لتر من صابون المواعين وادمجيهم مع بعض كويس. هيديكي رغوة عالية وطبعا هينضف معاكي. هو عامة دلوقتي ايا كان الصابون السائل كله عامة انا حاساه يعني ده بالنسبه لي بقى بيعمل لي مشاكل كده في ايدي، بيعمل زي جفاف او كده، فلازم برطب ايدي بعدها. فبرضو يعني لو الطريقه دي هتنفع حد جربوها وان شاء الله هتعجبكم. انا شفتها فقلت اني انا ايه اقولها لكم لو حد ممكن يستفاد منها. هنا بقى هنغسل مع بعض المواعين، فهدردش معاكم كده شويه بالنسبه للمقدمه اللي انا قلتها لكم في بدايه الفيديو. لو انت حد من الناس اللي انا قلت عليهم في الاول دول، لو ما عندكيش معارف والكلام ده كله، طيب هتعملي ايه؟ هقول لك يا ستي، انت حاولي انت تخرجي نفسك من اي مود انت تكوني فيه، ايا كان بقى مودك مش حلو، مكتئبه مخنوقه في مشكله ما، ايا كان عندك حد قريب منك تمام، هتحكي معاه، هتروحي لها، هتجيلك، هتتصلي، ايا كان طريقه التواصل يبقى تمام. لو ما عندكيش بقى حد صاحبه جاره قريبه ايا كان بقى حد قريب منك، الحل الوحيد ان انت تبقي صاحبة نفسك. انا عن نفسي بعمل كده، انا ما عنديش صاحبة اللي هي الانتيمة او صاحبة مقربة ليا قوي. عندي معارف وكل حاجة، ولكن ما عنديش الصاحبة اللي هي تبقى قريبة مني قوي للدرجة اللي انا احكي لها وفضفض لها وكل الكلام. طبعا كل الفضفضة والحاجات دي بتخفف على البني ادم كتير جدا، يعني ما حدش يستهون مثلا بصاحبة جدعة او بحد يكون قريب منه عُمر، أو هي طبعًا المسألة مش بالسنين ولا بالعِشرة ولا بالكلام ده كلّه، هي بيبقى شخصيات. يعني ممكن حد يبقى جدع مثلًا تعرفيه مثلًا بقى لِك مش بقى لِك كتير أوي، يبقى جدع أحسن من واحدة مثلًا تعرفيها من سنين بس هي جواها مش كويس. فالمسألة مش بالوقت خالص على فكرة، ولكن برضه ما تستهونيش. يعني لو أنتِ في حياتِك حد قريب منِّك أوي وبتحبوا بعض وكويسين مع بعض وسركم واحد، ما تستهونيش بالموضوع ده خالص، وما تحسيش ان هي حاجة عادية، لا خالص. طبعا في الزمن ده صعب جدا ان تلاقي حد كويس وحد جدع وحد يصون السر. الموضوع ده مش سهل خالص، وبيفرق مع البني ادم كتير، يعني بيهون على البني ادم كتير جدا جدا. معلش بقى طبعا الصواريخ في كل حتة، فيعني قنابل بتتضرب مش صواريخ بس. فلو انت ما عندكيش الحل الوحيد، او لو انت مثلا بعيدة عن اهلك وصحابك ومحدش مثلا قريب منك من الناس اللي انت ممكن تلجئي ليهم في وقت مثلا انت متضايقة فيه او كده، يبقى انت تبقي صاحبة نفسك وسر نفسك وانت يعني ايه تحاولي ان انت تعالجي نفسك وتمشي امورك كده ايه بينك وبين نفسك. ازاي؟ شوفي انت ايه اللي بيبسطك انت واعملي يعني مع نفسك كده، تقعدي في بيتك تقفلي بابك عليكي، تمسكي تليفونك، عندك مثلا حاجة ممكن مثلا تكتبيها مع نفسك، طبعا بعيدا عن السوشيال ميديا والكلام ده كله. انا بتكلم مثلا لو انت يعني بتكتبي كده زي يوميات بتاعتك او حاجة على التليفون، لو في اجنتا ايا كان. الموضوع ده على فكرة نوع، يعني في دكاترة بيستخدموه كنوع من انواع العلاج النفسي. ده طبعا بيفرق جدا برضو مع الشخص. لو انت اتعاملتي بالطريقة دي بيفرق جدا معاكي، سواء على تليفون او على ورق ايا كان اللي انت عايزه مثلا تستخدميه. اكتبي مع نفسك، فضفضي انت مع نفسك كانك بتحكي لحد، مش هتحتاجي ساعتها ان انت لا تلجئي لا الصحبه ولا القريبه ولا الجاره ولا لاي حد خالص. صدقوني جربي الموضوع ده حتى ولو مره، انت مش هتخسري حاجه. كوني كده في مرة مثلا حاسة انك مودك مش احسن حاجة، متضايقة ايا كان، وامسكي كده مثلا ورقة واكتبي كده مع نفسك اللي انت عايزة تقوليه كله لبني ادم مثلا، او لو في حد قدامك هتحكي له بنفس الطريقة او بنفس النمط، وابدأي يا ستي حتى بعد ما تخلصي قطعي الورق ده وارميه، مفيش اي مشكلة. صدقيني هتلاقي الموضوع فرق معاكي جدا، هتحسي ان انت طلعتي طاقتك كلها. لو انت جواكي طاقة سلبية صدقيني هتلاقي نفسك اتخلصتي منها في كتابتك دي.
بعد بقى ما تعملي كده، اقعدي مع نفسك كده قدام التلفزيون، اقعدي على اليوتيوب ايا كان الحاجه مثلا اللي انت بتحبي تتفرجي عليها. لو ما فيش حاجه مثلا على التلفزيون انت متابعاها، هاتي اي حاجه انت بتحبيها، فيلم مسلسل ايا كان، على اليوتيوب، واقعدي اتفرجي مثلا حلقه حلقتين ولا حاجه، مع مثلا كوبايه حاجه ساقعه، مع كوبايه شاي انت عايزاها، فنجان قهوه، ايا كان الحاجه اللي بتعدلك كده دماغك وبتظبط يومك، اعمليها. هاتي لنفسك شوكولاتايه، هاتي لنفسك بسكوته، كيكايه، اي حاجه انت بتحبيها بتحسي ان هي بتخلي مودك احسن، هاتي ده. وما تحرميش نفسك من ال10 دقايق، النص ساعه، الساعه اللي انت هتقعديها مع نفسك دي في فراغ. ما تعمليش اي حاجه، انت خلاص بقى فرغتي طاقتك كلها في الكتابه اللي انت كتبتيها. اقعدي بقى نص ساعه كده مع نفسك او ساعه حتى، ما تفكريش في حاجه، دماغك دي يعني فصلان بقى كده مع نفسك. ما تتكلميش مع حد، ما تتعامليش مع حد. لو عندك بقى اطفال ايا كان بقى، لو في يوم مثلا جوزك بيروح لمامته، لو في مثلا جوزك بينزل فهتنزلي ابنك او بنتك معاه ايا كان، الموضوع نص ساعه يعني مش صعبه. عيالك نايمين، اقعدي بقى انت، يعني الوقت ده بقى بتاعك. هتخلصي مثلا اللي وراكي في مفيش، خلصي بقى انت اللي وراكي. لو شقتك يا سلام، لو شقتك نظيفه ومطبخك رايق، اقعدي بقى مع نفسك كده ببال بقى وبمزاج، يعني هتبقى القعده احلى واحلى بكتير. لو وراكي حاجه خلصيها بسرعه واقعدي، اعملي لنفسك بقى وانت واقفه كده كوبايه شاي ولا فنجان قهوه، واقعدي بقى مع نفسك. اقعدي، يعني اعتبري كده ان انت بتهدي اعصابك، مش عايزه تفكري في اي حاجه، مش عايزه تتكلمي في اي حاجه، فضي بقى خلاص ذهنك بقى، خلاص بقى صافي ورايق. هتلاقي نفسك صدقيني احسن بكتير. لو حابه ان انت بقى تفكري في حاجه كده بينك وبين نفسك، تاخدي قرار في حاجه، مفيش اي مشكله، هتلاقي نفسك هاديه من جوه، هتلاقي نفسك مش مضغوطه، مش متعصبه، مش متضايقه. الخنقه اللي كانت جواكي على الاقل خالص هتبقى هديت وخفت، مش هتبقى بنفس الدرجه اللي انت كنت فيها. فالموضوع برضو هيفرق معاكي. صدقوني ساعتها، يعني لو انت مشيتي بالطريقه دي على طول، هتلاقي ان انت مش محتاجه اصلا لحد في حياتك. طبعا لو انت بقى يعني كلنا طبعا بنحكي لازواجنا وبيجي كده علينا وقت بنحكي وبنفضفض وبناخد في اراء بعض وكل حاجه، ولكن انا بتكلم على الوقت اللي هو بيبقى انت محتاجه بنت قدامك، محتاجه حد مثلا يفهم انت بتتكلمي في ايه، او يقدر مثلا مشاعرك في حاجات. ساعات الرجاله بتشوفها ان هي تافهه من وجهه نظرها، مش مستاهله كل ده. ساعات ممكن تحسي برضو ان جوزك اصلا مضغوط، فمش يعني مش رايق اصلا، فبتستتقلي ان انت تحكي له، مثلا بتحسي ان حاجتك دي ممكن تبقى بالنسبه له تافهه، فبتستتقلي ان انت تشغلي باله برضو على حاجه ممكن تكون بالنسبه له مش اللي هي، يعني فاهمين قصدي. ولكن حتى لو انت برضو جوزك متفهم ده وما يعني ما بيستخفش بكلامك او بزعلك، برضو بتحسي ان انت محتاجه لصاحبه او بنوته كده زيك، اللي هي تحكي معاها وتفضفضي وتاخدي وتدي في الكلام. الرجاله ما عندهاش الحته دي، ما عندهاش ان هي تقعد تاخد وتدي والموضوع يطول ويا تقنعيني يقنعك والكلام ده كله. لا، ما يعني اغلب الرجاله ما عندهاش النقطه دي خالص. فهي طبيعة، يعني هم طبيعتهم كده، تركيبتهم كده، واحنا تركيبتنا كده عادي، ممكن ناخد وندي مع بعض في الكلام. اللي هو ايه، يعني انا معاكي لغاية ما تبقي كويس. صدقوني الموضوع هيفرق معاكي 360 درجة من بعد ما تجربي الموضوع اللي انا بقولك عليه ده. والله العظيم هتدعي لي حرفيا. مش هتحتاجي ان انت بقى تحكي مع حد، مش هتحتاجي ان انت تحسي ان انت لوحدك، ان انت مفتقدة الناس. لا خالص. ولو طبعا يعني مفيش غنى عن الناس ولا اي حاجة، انا مش بقول كده، ولكن انا بقول ان انت في وقت ضعفك او في وقت وحدتك هتحسي ان انت مش يعني مش مكسوره، مش محتاجه ان حد يديكي طاقه ايجابيه، وان حد يسمعك، وان حد ينصحك والكلام ده كله. لا، خليكي انت كده صاحبه قراراتك، وانت اللي بتونسي نفسك، وانت اللي بتشجعي نفسك، وانت اللي بتقومي نفسك في كل مره. صدقوني الموضوع ده برضو هيفرق في شخصيتك جدا، هيفرق معاكي وهيعرفك قد ايه انت قويه بعد كل مره تخلصي من اي طاقه سلبيه جواكي. كده يكون احنا الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا ولو بكلمه واحده بس من اللي انا قلتها. طبعا لو استفدتوا من الفيديو ما تنسونيش لايك، وكمان دعوه حلوه من قلبكم، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس لو انتوا اول مره تشوفوا قناتي، واستنوا مني فيديو جديد. باي باي.